لكن أنا أبكي لما أسمع الشرعية أو من يمثل الشرعية. لماذا ترفضون دعوات الحوثيين 24 ساعة؟ إيش مصلحتكم في أن تستمر هذه الحرب؟ سؤال. يعني أنتم مرتاحين على الفنادق والفلل والرواتب وعيالكم برا، يعني عيب والله. أنا أبكي، عيب. إلى متى الأخوة يتكلموا عن الشرعية؟ والله عيب. لا توجد شرعية في اليمن، هذه مش شرعية، هذه كذب، هذه لف ودوران، عيب. ترى الناس يفهمون، سامحوني، ترى العالم. حبيبي ثابت، بديت قلبك أنت تقول السعودية والإمارات مكنون الحوثيين، ثم دقيقة يا حمدي، دقيقة سامحني المجال، ولكن نحاول أن تكون الألفاظ أنا مواطن. دقيقة بس، أنا مواطن اليوم، خلوني أتكلم. خلينا نرجع لأيام ثورة، خلينا نرجع لأيام 11 فبراير. الألفاظ أن تكون منسجمة مع مستوى النقاش في هذا. تفضل في ديتك، إيش تبغين أقول وأنا أقول؟ الشرعية كذا، عاوزني أقول إيش؟ أكذب، أضلل، أزيف. في رئيس في الدولة الشرعي ما يطلع لشعبه يقول لهم ايش قاعد يصير في البلد؟ يا حمدي عيب يا جماعة، عيب عليكم، احترمونا، احترموا المواطن العربي. كل شوي رايحين إيران يا أخي، خليتونا كلنا إيرانيين. وصلت سؤال يا أخي، نظرك. الطيران اللي تقصف اليمن 200 طيارة طلعت من أول يوم تقصف اليمن، إيرانية، صواريخ إيرانية. انتقدناها الإمارات حتى لا يتحول. شكرا جزيلا. أنا على العموم أنا كنت أتمنى لو تعطيني، لو أعطيتني وقتي، لكن هكذا هي الشرعية، بإذن الله ستهزم الشرعية.